المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: افتتاح معرض لوزارة الدفاع، نجاح حملة التشجير في بريخ، إدارة مديرية لوقا عنسبة تبحث برامج هذا العام، قمة لدول مجموعة الساحل الأفريقية لتعزيز مكافحة الإرهابيين، محادثات سلام في موسكو بين طرفي الصراع في ليبيا، الملك سلمان وأبي يبحثان التوتر في الشرق الأوسط وقضايا عالمية. أهلا بكم مشاهدينا، وقبل الدخول في النشرة إليكم هذا التصريح الصحفي عن وزارة الإعلام. تصريح صحفي في مقابلة مطولة له مع صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر بتاريخ 9 من يناير الجاري حول الأهمية الاستراتيجية للمجلس الاستشاري للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، حاد وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية عن الموضوع الأساسي، وأدلى بتصريح يستصغر دور أصحاب الشأن الأساسيين فيما يتعلق بفض النزاعات والصراعات في أفريقيا. ففيما يتعلق بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحل المشاكل بين الأشقاء الأفارقة، قال وزير الدولة السعودي في مقابلته أن المملكة العربية السعودية تلعب دورها الإسلامي الطليعي، وأن باكورة ثمار هذه الجهود تمثلت في اتفاق السلام التاريخي بين إريتريا وإثيوبيا. هذا التصريح لا علاقة له إطلاقا بتطورات وحقائق اتفاق السلام التاريخي، ورغم أنه من الطبيعي الإشادة بالنوايا الطيبة لشركائنا الدوليين، إلا أن إقصاء أفريقيا وإنجازات الأفارقة في هذا الشأن والإدلاء بروايات لا أساس لها علاوة على أنه غير مقبول، فهو أيضا يؤثر سلبا على صورة المملكة العربية السعودية. وزارة الإعلام أسمر 13 من يناير 2020. وفي الأخبار، افتتح قائد هيئة أركان وزارة الدفاع الفريق فيليبوس والديوهانس اليوم 13 من يناير بأسمرة معرضا للفن التشكيلي بمناسبة العام الجديد ينظمه ضابط التعبئة والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بقاعة ذا جاليري. حضر مراسم الافتتاح حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي، ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخليه، وكبار قادة قوات الدفاع. وتعكس اللوحات المعروضة ثقافة وحياة الشعب الإريتري ومسيرة النضال التحرري وبرامج التنمية والدفاع عن السيادة. وأوضحت السيدة صوفيا صالح مسؤولة الثقافة في ضابط التعبئة والتوجيه المعنوي لوكالة إرينا أن المعرض يحوي أيضا اللوحات والمنحوتات المعدة في السنوات العشرين الماضية. هذا وسيستمر المعرض حتى 17 من يناير الجاري. أفاد التقييم الذي جرى في مديرية بريخ نجاح نمو الشتول بنسبة حوالي 90%. وقيم الاجتماع الذي حضره حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي التنفيذ الجيد لأنشطة التشجير وتنمية النباتات وحماية التربة وحفظ المياه. وأشار التقرير المقدم إلى أن نسبة التطعيم ضد مرض السحائي بلغت 76%، كما شهدت المديرية مقاطعة 5% من الطلاب الدراسة لأسباب مختلفة. ودعا مدير مديرية بريخ السيد تسفاتيون المواطنين لتعزيز التعاون لتنفيذ فاعل لبرامج التنمية. من جانبه دعا حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي المواطنين لتقوية التنظيم وتعزيز المساهمة تماشيهم مع المرحلة الجديدة المبشرة. وطالب المجتمعون بإرساء البنية التحتية الرياضية المناسبة للدفع بالنشاط الرياضي في المديرية وإصلاح الطرق لإيصال خدمات المواصلات وحل مشكلة مياه الشرب. قيمت إدارة مديرية لوقا عنسبة في الاجتماع الذي عقد في 9 من يناير الجاري بحضور أكثر من 400 من ممثلي السكان والمؤسسات الحكومية تنفيذ البرامج في العام المنصرم، وبحثت خطط برامج التنمية لهذا العام. وأوضح المدير التنفيذي للإدارة السيد ملاكي قبرهوت في التقرير الذي قدمه أن البرامج المنفذة تمثلت في إجراء انتخابات مدراء الضواحي، وإرساء مشاريع مياه ضواحي ليبان وعدي حنس
قران حدو وبناء سدود في دك الشحاي وعد حنس وحل إشكالية المواصلات بالتعاون مع شركة حارات. من جانبه أوضح مسؤول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد برهان طقاي أوضح تقديم الدعم المالي والعيني المجتمعي لأسر الشهداء وصيانة طرق ترابية بطول 96 كيلومترا والقيام بأنشطة نفير شعبية لحماية التربة وحفظ المياه. وأشاد مدير مديرية لوقو عنسبة السيد إبراهيم حقوس بمبادرات السكان لحل النواقص داعيا لتعزيز دور المجتمع للحد من اقتلاع الأشجار وإنهاء إدارات الضواحي بيانات توزيع قطع الأراضي مبكرا. ودعا الاجتماع للإسراع بتوزيع قطع الأراضي السكنية وإجراء مثل هذا التقييم بانتظام. ارتفعت مشاركة الطلاب في التعليم في ضاحية روبروبيا بمديرية فورو وخاصة الطالبات. وذكر مدير مدرسة روبروبيا الابتدائية والمتوسطة الأستاذ علي محمد عمر أن تجميع القرى وأنشطة التوعية زادت من المشاركة في التعليم. وأشار إلى أن المدرسة تقدم خدمات عريوه لإلحاق الطلاب المتخلفين عن الدراسة بزملائهم وكذلك تعليم محو الأمية. وقال إن التعاون بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أدى للنتائج التي تحققت داعيا لإيجاد حل مشترك لمقاطعة الطلاب وخاصة الطالبات الدراسة في المرحلة المتوسطة. وتقدم مدرسة روبروبيا الابتدائية والمتوسطة التي بدأت الخدمة عام 1992 تقدم الدراسة هذا العام لأكثر من 500 طالب وطالبة. دعا الاجتماع التقييمي لأوضاع الخدمات الصحية في مديرية قندع للدفع بأنشطة التوعية الموجهة للحوامل لضمان رعاية الأمومة والطفولة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد مكنن قبرامجهن تنفيذ أعمال جيدة العام الماضي لمتابعة صحة الحوامل والأمهات، لكن وجود بعض أمهات اللائي يلدن في المنازل صعب من متابعة الأوضاع الصحية التي تحدث بعد الولادة. ودعا إدارات الضواحي والأسر للتعاون مع المهنيين الصحيين لإزالة التحديات. وأوصى الاجتماع ببناء قرى في انتظار الحوامل في المؤسسات الصحية لمتابعة أوضاعهن الصحية وإقامة لجان في القرى لمتابعة صحة الأمومة والطفولة. وناشد مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى في ختام الاجتماع الأمهات للولادة في المؤسسات الصحية لضمان صحتهن وصحة موالدهن. بحثت الشرطة في مدينة عصب مكافحة الجريمة مع أصحاب المرافق في ضاحية عصبوي. وأوضح قائد المركز الثاني النقيب تخستي تخليه أن الجريمة تتسبب بأضرار في الأرواح والممتلكات وهي منبوذة في قيم ومعتقدات المجتمع، داعيا أصحاب وعمال المرافق الخدمية للقيام بدور واع في مكافحة الجريمة المنفذة في محيطهم. وأكد مواصلة أنشطة التوعية بالقانون مناشدا بتقوية التعاون مع الشرطة قائلا بأن احترام تقاليد المجتمع يساعد في الحد من ارتكاب الجرائم. من جانبه أوضح مسؤول قسم مكافحة الجريمة السيد رمضان عمر أن عدم احترام قوانين المرور وعدم منح الأولوية في الطرق يعرض للحوادث المرورية، داعيا المواطنين عامة والطلاب خاصة لتوخي الحذر. وقال مدير ضاحية عصبوي السيد حسين خالد أن مكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الجوار ليست مسؤولية الشرطة وحدها، داعيا السكان لتعزيز التعاون مع الشرطة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة لرؤساء دول مجموعة الساحل الأفريقي الخمس إلى اجتماع في مدينة بو جنوب غربي فرنسا بهدف تعزيز شرعية وجود القوات الفرنسية فيها وحث الحلفاء الأوروبيين على التحرك في خطوة لمواجهة تزايد هجمات الجهاديين. وسيشارك في القمة رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. ويأتي هذا الاجتماع بعد الإعلان عن أكبر خسائر يواجهها جيش النيجر حتى الآن على إثر هجوم جهادي استهدف معسكر شينينغودار بالقرب من مالي، وقد أسفر عن مقتل 89 جنديا حسب حصيلة جديدة. وبحسب الأمم المتحدة قتل أكثر من 4000 شخص في هجمات إرهابية في 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وزاد عدد النازحين 10 أضعاف ليبلغ نحو المليون. نقلت وكالة أنباء روسية عن وزارة الخارجية قولها أن زعيمي الطرفين المتحاربين في ليبيا سيجريان محادثات سلام في موسكو مع ممثلين من روسيا وتركيا. وتأتي المحادثات بعد أن أدى وقف لإطلاق النار في ليبيا دعت إليه تركيا وروسيا إلى تهدئة القتال العنيف والضربات الجوية، لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاك الهدنة مع استمرار المناوشات حول العاصمة طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي وفائز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس سيحضران محادثات موسكو. والأوضاع مضطربة في ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر الغذافي، وأصبح بها حكومتان متناحرتان منذ عام 2014، ودمر الصراع بين قوات الفصيلين اقتصاد البلاد، وشجع مهربي المهاجرين والمتشددين، وعطل إمدادات النفط. وجاء مسعى السلام التركي الروسي وهو أحدث مسعى دولي لوقف العنف بعد مرور أكثر من 9 أشهر على بدء هجوم على طرابلس تشنه قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر. أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان في الرياض حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وسط توتر تشهده المنطقة منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الملك سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات رسمية مع أبي الذي يقوم بجولة تستمر 5 أيام في المنطقة تشمل الإمارات وسلطنة عمان. وأشارت إلى أنهما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وآفاق التعاون بينهما، كما تطرقا للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة بحسب المصدر نفسه. وحاولت اليابان إرساء توازن بين تحالفها مع واشنطن وعلاقاتها التاريخية ومصالحها مع إيران. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.